ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نرجع نكمل البلاي ليست اللي احنا ابتدينا بيها في ال HTML. هنشرح النهارده حاجة مهمة خالص وتستخدم كتير في أي موقع، ألا وهي تاجة الفورم. أولا ايه هي تاجة الفورم ديت؟ الفورم ديت التاجة لكل عناصر الانبوت بتكون جوه الفورم ديت، يعني المستخدم هيكتب فيها البيانات. التاجات المستخدم يكتب فيها البيانات بتكون جوه الفورم. طب قبل ما أبدأ بقى في التاج والكلام دوت ونشرح عملي، أنا هديكم أمثلة في البداية. شايفين هنا؟ أكبر. دي أمثلة عن فورم ممكن نعملها فيما بعد قدام. ده موقع بيديك اقتراحات، يعني تمبلت ممكن تعمل زيها وممكن تستخدمها عادي. بس احنا عايزين نعرف نعمل حاجة زي كده ازاي، أو يعني ايه شكل الفورم زي كده. يعني هو بيكون عبارة عن إيميل، باسورد. دي الحاجات اللي إحنا هنعملها باستخدام الفورم، إن أنا يكون عندي inputs وأنا عارف يعني إيه inputs وبقدر أملي فيها البيانات بتاعتي. وهنا يكون في باسورد وشو باسورد وهنا باسورد والكلام دوت. يبقى دي هي أمثلة عن إيه هي فايدة الفورم. فايدة الفورم اللي أنا ممكن يكون عندي الصفحة، تمام، أي صفحة عندي أو أي موقع عندي بيكون فيه لوجين وساين أب، تمام. فالكلام دوت بيتعمل إزاي؟ بيتعمل باستخدام الفورم. هو بيكون في عندي inputs بمليها والبيانات دي بتتباعت. طب بتتباعت فين؟ بتتباعت باستخدام الفورم. ماشي، نرجع بقى تاني. أول تاج عندنا قلنا هي تاجة الفورم. إيه هي فايدة تاجة الفورم؟ هي التاجة ديت هي الكونتينر بتاعت كل البيانات أو التاجات اللي هتبقى جوه الفورم ديّة، اللي يعني زي الdiv. لو فاكرين إحنا الdiv ده هو عبارة عن حاوية، والحاوية دي باقدر أحط فيها أكتر من حاجة. هنا الform برضه هي عبارة عن حاوية، بس الحاوية دي باحط جواها اللي هي البيانات اللي المفروض الuser هيبعتها، زي مثلًا اسمه، عنوانه، رقم تليفونه. فكل الحاجات دي بتبقى محطوطة جوه container اسمه الform. ماشي، نيجي بعد كده لتاني حاجة ألا وهي الinput. طب إيه هي الinput ديّة؟ ده عنصر الuser أو المستخدم بيتفاعل معاه، تمام. يعني سواء بيكتب فيه نص أو بيختار رقم أو بيحدد تاريخ أو باسورد. يعني الinput بمعنى أصح هو ليه أنواع كتير، تمام. طب إيه التاجة بتاعة الinput؟ التاجة بتاعة الinput ثواني كده. ماشي. هو ساعات هي الinput ديّة مش close tag، ما لهاش close tag. يعني الform ليها open وclose، الinput ما لهاش close tag. فإحنا ساعات بنعمل input كده وساعات بنحط آخرها اللي هي علامة slash ديّة. بس يعني لو شِلتها برضه مش هتأثر معاك، عادي. بس فهي الطريقة بتاعة الinput كده بسيطة. كل اللي في الinput بقى هي كلّها attribute. يعني إن أنا عشان أستخدم الinput صح، هو مش هاعمل كده وخلاص. يعني هو أدي عمل لي input أهو. لو خدنا بالنا في الoutput هو عمل لي input مستطيل أكتب فيه أي حاجة. الinput هو معناها مدخلات، هو مستني منّي حاجة. طب الحاجة دي من نوع إيه؟ هي مش متحددة بقى. فهنيجي هنا بقى نرجع لحتّة كنا واخدينها قبل كده، ألا وهي الattribute. الinput ليه أكتر من attribute. أول attribute معانا هو الtype. طب إيه الattribute بتاع الtype دوّة؟ الattribute بتاع الtype ده هو بيحدد لي نوع الinput. يعني سواء كان هو يقبل إن هو يقبل الinput ده يقبل text والّا email والّا password والّا number أو والّا date والّا file والّا checkbox والّا radio. دول الأنواع بتاعنا. إحنا خدنا نوع، 2، 3، 4، 5، 6، 7، حوالي 8 أنواع، اللي هو الtext والemail والpassword والnumber والdate والfile والcheckbox والradio. 8 أنواع. نيجي أول نوع معانا اللي هو الtext. يعني هو يقبل منّي ياخد text. فأنا هنا لمّا كاتب له input type text فهو بيقبل منّي إن هو يقبل text. ماشي. إيه النوع التاني؟ إحنا قُلنا لو أنا عايز أكرر نفس السطر دوّة بادوس alt وshift والarrow اللي تحت اللي هو السهم اللي تحت. بس أنا مش عايز آخد الtext، عايز مثلًا أكتب email. sorry، عايز أكتب email. فأنا لمّا هنا كتبت email، هو أساسًا الinput برضه معلومة، الinput عنصر inline. إحنا قُلنا في فيديو فات الفرق ما بين العنصر block والعنصر online. العنصر online إن هو لو في مسافة جنبيك هو بيحجز عادي المسافة وييجي جنبك عادي. لكن العنصر block مهما كان المسافة كبيرة جنبك هو ما بيبقاش ليه قدرة إن هو ييجي جنبك، لأ هو بينزل سطر خلاص. لأن العنصر الblock إن هو بيحجز
خط الأفق بتاعه كله ما يبقاش يكون حاجة جنبه، لكن اللاين عادي يكون جنب بعض. فالإيميل اللي هو كان تاني واحد اللي إحنا كتبناه، محتاجين نكتب إيميل. وفي تريكات بسيطة في الآخر أنا أعرفها إن إيه الفرق ما بين الإيميل والتكست، عن هو ده بيكتب تكست وده بيكتب تكست. تمام. هقولها لكم دلوقتي برضه ونعمل عليها recap سريع في الآخر. أنا دلوقتي كتبت مثلا فيد. تمام. الإيميل هو شكله بيكون إيه؟ بيكون فيه اسم في الأول، وبعد كده لازم يكون فيه الآت، وبعد كده مثلا gmail.com. تمام. فهو لما أنا فيما بعد لما هناخد مثال في الآخر نعمل فورمة بسيطة كده من غير CSS، يا دوبك HTML هنعملها في الآخر، بس تكون شاملة كل حاجة. في الآخر بيكون في زرار لما أدوس عليه، هو الزرار دوت على حسب النوع، التايب اللي أنا كاتبه هو بيعمل تشيك. فهنا التايب بتاعي التاني إيميل، فهو لما هاجي أبعت أنا لازم هنا أكون كاتب له علامة الآد. فهو لو ما كانش ليه الآد ديت وهاجي أبعت هيروح يديني هنا ايرور، بيقول لي أنت هنا لازم ده عشان ده إيميل يكون في علامة اللي هي الآد، اللي هي علامة الآد. وهنفهم مع بعض قصدي إيه في آخر الفيديو. ماشي، نيجي بعد كده تاني نوع، لو تالت نوع سوري، هو الباسورد. فأدي هنا ما لقيش مسافة تكفي المستطيل دوت، فهو إيه نزل سطر. فأنا الباسورد بيكون hidden عشان ده باسورد، فعشان كده في الموقع بتلاقوا الباسورد بالشكل المنقط دوت. بعد كده نيجي لرابع input، هو النمبر. نمبر يعني هو المفروض يقبل أرقام، فأنا هنا لما هكتب حروف هو مش هيعرف يزود. تمام. هو أول ما بكتب حرف أهو، أول ما بكتب حرف هاجي هنا أعمل كاونتر اللي هو خلاص أروح لحاجة أقل، هو بيشيل لي الحرف دوت، لأن هو أنا ما بيقبلش حروف، هو إيه numbers معناها يعني هو أرقام بس. فأنا مثلا أكتب 5 ويكون هنا في كاونتر لفوق، هو بيفضل يعد كل ما أدوس يعلى بالرقم، كاونتر لتحت كل ما أدوس لتحت بيقل بالرقم. أنا عايز أحط مثلا رقم من عندي أبدأ منه، بس تمام يعني. بس هنا ديت لو أنا input محتاج أكتب فيه أرقام بس، فهي أستخدم الموضوع دوت. يعني مثلا لو في فورم والفورم ديت أنا محتاج إن أنا آخد بيانات، والبيانات دي فيها مثلا العمر بتاعي الإيج، فأنا مثلا الإيج ده مش هكتب فيه مثلا مش عايز أكتب بيخليه بالإنجلش أو بالعربي، عايز مثلا يكتب لي بالأرقام بس، فأنا هخلي نوع الانبوت نمبر ويكتب لي مثلا إن هو سنه مثلا 12 22 كده يعني. نيجي بقى للنوع اللي بعده، هو ال الديت. يعني النوع بتاع الديت ده اللي هو التاريخ. لو خدنا بالنا، تمام، هو هنا ليه مساحة عشان المستطيل ده أصغر من دوت، فليه مساحة حاطة جنبي عادي. التاريخ دوت إيه فايدته؟ لو خدنا بالنا برضه في أي فورم إحنا بنمليها بيطلب مننا مثلا في الفورم ديت التاريخ ميلاد، فهو التاريخ الميلاد دوت هو عبارة عن نوع من الانبوت اسمه التايب بتاعه ديت. فأنا لما هضغط هنا هيطلب مني واي واي واي، يعني هو المفروض دي السنة، الواي اختصار لإير، فهي 4 حروف، فهي السنة مكونة من 4 حروف، هتبقى 2000 03. فأنا كده مثلا عملت تاريخ. ممكن هنا أدوس على ديت يحدد لي، أختار من هنا أنهي شهر أنهي سنة، كل ما بسكرول لفوق كل ما برجع بالسنين لورا وأختار السنة بتاعتي. وبعد كده مثلا اخترت سنة 2015، بعد كده يطلب مني الشهر، بعد كده يدخل على الشهر دوت أحدد التاريخ. فأنا هنا عملت الحركة ديت باستخدام إن أنا دوست على الكالندر اللي هي ديت، وبعد كده إيه أحدد من هنا السنة، وبعد كده أول ما باضغط على الشهر بيفتح لي الأيام اللي جوه الشهر، أحدد اليوم، فأنا هنا حددت اليوم. طيب ماشي، أنا هنا عايز أفهم برضه دي اختصار لإيه؟ هي اختصار لليوم. يعني هنا مثلًا هاكتب اليوم، هنا هاكتب السنة year اختصار للسنة، الMem اختصار للmonths، فأنا هاكتب مثلًا شهر 5. تمام. هو الmonths هم عشان عدد الشهور 12، فهو حايز لك مكانين ليهم. هنا عشان أكتر عدد من الأيام هو يومين، لإن هما مثلًا 30 أو 31 يوم، فهو حاجز لك مكانين، لكن السنة أكبر رقم فيها هو مكون من 4 أرقام، فهو حاجز لك 4 أرقام ليه. طب أنا لو هنا رقم 1 فأنت بتحط 05، أو أنت طبيعي لو أنا عملت 3 هو بيعمل 3 بس، فهو مش شايف غير رقم 1 أُدخل، فهو
حاجز مكان واحد، فهو المكان اللي بيتضاف على اليمين الأول، وبعد كده لو في رقم تاني الرقم اللي على اليمين بيترحل للشمال، يعني لو كتبت 1 وبعد كده كتبت 2 فهو عمل 1 هنا، وبعد كده في رقم جاي تاني فالواحد بقي هنا والاتنين اتحطوا هنا، دي الطريقة يعني اللي إحنا بنملي بيها، ودي إحنا ما بنعملهاش بإيدينا، هي بس أنا كتبت إن هو الtype date فهو عمل لي الشكل دوّة، وإن أنا أقدر أملي البيانات بتاعة الdate بتاعي. ماشي، نيجي بعد كده للنوع اللي بعده ألا وهو الfile. طب الfile ده بنعمل بيه إيه؟ لو خدنا بالنا إحنا مثلًا لمّا بنيجي مثلًا نقدّم على شغل، فبيحتاج مننا الCV فهو بيقول لك please مثلًا enter your CV أو يعني أنت ابعت الCV بتاعك، فأنا هنا باروح أchoose الfile أول ما أchoose الfile أنا هنا بيحدد لي مثلًا أي حاجة عندي شوف أي PDF فأنا مثلًا أختار الPDF دوّة وأبعته، فهو هنا أهو اسم الPDF اللي أنا اخترته على سبيل المثال دوّة، فإيه اسمه ظهر هنا، بس كده أنا يعتبر حددت file من عندي وبعته، يبقى هي باختصار أنا مش باعمل الكلام ده بإيدي، هو ده أنا اخترت الinput التاجة بتاعة الinput وحددت له نوع الfile فهو عمل لي الموضوع دوّة، أنا يا دوبك كل اللي عملته أعرف الفكرة بتاعة الtype بتعمل إيه وأنا محتاج إيه، أنا دلوقتي محتاج form يكون مثلًا فيها اسمي وسني والعمر بتاعي وأبعت file ويكون فيه تاريخ ميلاد، فكل input ليه type بتاعه، فأنا هاشوف الtype اللي أنا عايزه وهاستخدمه، بس دي كل الفايدة. بس أنا دلوقتي باعرّفك دلوقتي إيه هي فايدة الinput كلّها، وبعد كده هناخد مثال وبعض التفاصيل برضه جوّه كل الinput وفي حاجات تانية يعني label هناخدها، يعني لسه الفيديو احتمال يطوّل، تمام؟ فإحنا النوع اللي بعد كده هناخد نوع اسمه checkbox. checkbox. طَب إيه هي فايدة الcheckbox؟ لو خدنا بالنا ديّة الcheckbox. طَب إيه هي فايدة الcheckbox؟ أنا مثلًا محتاج يكون عندي يختار النوع بتاعنا، سواء مثلًا ولد أو بنت، فهو بيكون مثلًا male أو female تمام، فهو بيحمّل لك 2 checkbox تمام، checkbox هنا ومثلًا وبيختار مثلًا checkbox كمان جنبيها، بس هو بيكون مثلًا هنا مجموع label الlabel دوّة male والlabel ده female هناخد برضه مثال، أنا ممكن بس أوضّح لكم قصدي المثال إيه دلوقتي، ونشرح الlabel بالتفصيل برضه كمان شوية. دي مثلًا أنا مثلًا لو واد باعمل male لو بنت باعمل female، فدي مثلًا حاجة بسيطة للcheckbox ما ينفعش أعمل الاتنين وهنعرف إزاي إن أنا أختار حاجة واحدة بس من الاتنين كمان شوية برضه. بس يبقى دي فايدة الinput اللي هو من نوع checkbox ممكن أستخدمها في أكتر من مثال مش شرط اللي هو ولد أو بنت على حسب أنت محتاج إيه من الform اللي أنت هتعمله. نيجي بعد كده آآ النوع كمان ألا وهو الradio. إيه فايدة الراديو؟ لو خدنا بالنا هي يعتبر شبيهة للcheckbox بس يعني بشكل تاني، دي مثلًا بتستخدم لو أنا في موقع والموقع ده أنا هاعمل quiz ده أونلاين على سبيل المثال بامتحن أونلاين، فبيكون مثلًا في سؤال والسؤال بيكون لأكتر من اختر، فهو بيكون جنب كل اختر علامة دايرة مثلًا وإن أنا أختار الاختيار دوّة، الكلام دوّة بيتعمل بإيه؟ بيتعمل بالinput اللي من نوع reading بس وجنبيها بيكون طبعًا الإجابة، بس هي الإجابة بتتعمل بlabel عشان هي اللي بتكون جنبيها، وهنعرف إيه فايدة الlabel كمان شوية. بعد كده في نوع أخير معانا ألا وهو الsubmit. طب إيه هي الsubmit ديّة؟ الsubmit ده هو نوع من أنواع الinput عبارة عن button تمام، يعني هو زرار، بس هو مش زرار، يعني بمعنى إيه؟ هو input من نوع submit يعني هو الزرار ده أول ما بادوس عليه ياخد كل البيانات اللي أنا مليتها في الform أول ما أدوس على الزرار دوّة يبعتها للمسار اللي أنا هاكون محدده يروح عليه البيانات ديّة الback end. بس دي فايدة الزرار، إن أنا الزرار ده أول ما بادوس عليه بياخد لي كل البيانات اللي أنا مليتها هنا، وبيبعتها على الlink اللي المفروض باكون مديه له في الform ويروح عليه يبعت البيانات ديّة، ومن الback end بياخد البيانات ديّة يحطها في الdatabase.
بس دي فايدة الأنواع كلّها، وإيه هي الأنواع بتاعتي. بالي دي هنشرحها كمان شوية، يعني ما تقلقوش. أدي نوع، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، هُم 9 أنواع من الإنمي. بعد كده نيجي لحاجة كمان، إحنا من كام فيديو خدنا فرق ما بين الID والclass. ففي كل input إحنا محتاجين ندّي ID ليه؟ عشان نقدر نربط عنصر بالlabel. طب يبقى محتاجين نعرف إيه هو الlabel. الlabel هو إيه؟ الlabel هي ليها open tag وclose tag. ماشي؟ هنشيل الfor دلوقتي عشان هنعرف معناها كمان شوية. أنا دلوقتي الlabel دي فايدتها إن هي بتوصف لي. إحنا بس ممكن نعمل دُولة comment عشان بس نفهم حاجة حاجة. الlabel هو وصف باستخدمه عشان نكتب وصف مثلًا للinput بتاعي، زي مثلًا إيه، أنا هنا محتاج أكتب الuser name. هو هنا مش بتوضّح لي إن أنا أكتب إيه جوّه الinput دوّة. فأنا هنا باروح أكتب كلمة user name. فأنا كده المفروض فهمت اللي أنا هنا هاكتب user. وقُلنا برضه الlabel ده عنصر inline، فهو ده inline وده inline، فالاتنين قدروا يقفوا يتحطّوا جنب بعض. بس فأنا هنا فهمت اللي أنا محتاج أكتب user name، فهاروح هنا أكتب الuser name بتاعي مثلًا. لكن أنا لو كنت سايب الinput من غير label، فأنا مش فاهم إن أنا هاكتب إيه مثلًا في الinput دوّة، زي هنا المثال دوّة. أي مثلًا form بيكون مثلًا هنا دي حاجة اسمها placeholder وهنفهمها برضه كمان شوية. دي برضه طريقة من طرق اللي هو بيوضّح لك أنت تستخدم أو تكتب إيه جواها. هنا برضه نفس الكلام. دي هنا كانت placeholder، يعني ده كل واحد بقى وحسب ذوقه بيستخدم placeholder وهنعرف إيه الplaceholder. ممكن بس نشوف مثال مش بنستخدم placeholder. هو هنا برضه placeholder، عايزين simple formos. يعني برضه مستخدم الplaceholder. دوّة مثلًا. مش عارف الموقع ده مش شغال والّا لأ. لو خدنا بالنا هنا هنلاقي إن أدي الinput وبيكون في وصف فوقيه، الوصف ده اللي هو الlabel. مش عارف هي الصورة باينة والّا لأ، ممكن نزوم أكتر. بيكون هنا مثلًا كلمة password تحتيه input وهكذا يعني. هنفهم مع بعض مثال في الآخر. بس فإحنا دلوقتي عرفنا إيه فايدة الlabel والinput. الlabel هو بيوصف الinput اللي أنا هاكتبه أو الuser محتاج يكتب إيه في الinput دوّة. طيب نيجي لتاني حاجة ألا وهي الID. قُلنا ليه لازم أكتب ID للinput. أنا مثلًا هنا هاكتب ID equal double quotation، هاكتب مثلًا الID text ده يعني. تمام. فأنا هنا اديت ID. ليه اديت ID؟ عشان الID دوّة هاستخدمه للlabel. لإن الlabel هنا أنا بادّي له حاجة اسمها for. ليه بادّي له حاجة اسمها for؟ قبل بس ما أخلّيكم بس ليه باستخدم أو ليه هاكتب for، لو خدنا بالنا. تمام. أنا هنا لو دوست على user name، هو بيعمل select أو ياخد copy من الname. لكن أنا عايز مثلًا زي ما باعمل كده، زي ما هنا بادوس على الinput هنا أخلّيه يكتب، عايز مثلًا أخلّيه لمّا برضه يدوس على كلمة user name يوديه هنا الlabel يكتب عادي. طب نعمل حاجة زي كده إزاي؟ قلنا عن طريق الID والfor. إن أنا بادّي ID للinput بتاعي وبادّي for للlabel، بحيث أربط الاتنين يكون ليهم علاقة ببعض. يعني الlabel دوّة خاص بالinput دوّة والinput دوّة خاص بالlabel دوّة، يعني الاتنين دُولة تبع بعض. نعمل حاجة زي كده إزاي؟ قلنا بالID والfor. هادّي ID للinput وهادّي for للlabel. طب الfor دوّة بياخد إيه؟ بياخد نفس اسم الID اللي أنا اديته للinput، بحيث إن قلنا الID هو عنصر unique، عنصر مميز. فأنا كده الاسم اللي بادّيه للID هنا مش هاقدر أدّيه لأي ID تاني هاستخدمه فيما بعد. فأنا هنا استخدمت كلمة text وادّيت نفس الID هنا للfor. فأنا هنا لو رُحت ضغطت على كلمة user name لقيت إن هو إيه، ودّاني على الinput إن أنا أقدر أكتب فيه. لكن غير قبل كده كنت لمّا بادوس على كلمة user name كان بيعمل select للاسم. فهو هنا ده بتكون حاجة أحسن، تجربة أفضل للمستخدم. إن هو مثلًا مش شرط لازم يدوس على الinput بس، ممكن يدوس على أي حتّة في السطر دوّة أو في
الاتنين ليهم علاقة ببعض وهو يقدر يكتب، بتكون أسهل يعني في إن هو أسرع أو يعني أسهل في إن هو يقدر يكتب الinput أسرع يعني، وبتكون تجربة المستخدم أحسن. ماشي أنا كده عرفت كام حاجة، عرفت إيه أنواع الinputs يعني باعمل recap اللي إحنا خدناه، عملنا إيه هي أنواع الinputs ولازم أحط كل الحاجات ديّة جوّه container اسمه form عشان دي الform دي الحاجات اللي جواها هي اللي هتتبعت لمّا أدوس على الزرار بتاع submit أو send أيًا يكن. بعد كده قُلنا أنواع الinputs وقُلنا خدنا 9 أنواع، هُم ال9 أنواع اللي هو كان text والإيميل والpassword والnumber والdate والfile والcheck box والradio والsubmit اللي هُم الأنواع اللي هي مكتوبين قدّامنا دُولة، وخدنا حاجة اسمها ID و4 وقبليها خدنا حاجة اسمها label وقُلنا الlabel ده اللي بيوصف الinput واللي أنا هاكتبه جوّه الinput والuser هيكتب إيه جوّه الinput فأنا باوصف له عن طريق الlabel، وخدنا الID وال4 وقُلنا ليه باكتب الID وال4 باكتب الID وال4 علشان أنا محتاج مثلًا لمّا أدوس على ديّة أو أدوس على الlabel يحمّل لي select على أو يدّيني إن أنا أقدر أكتب جوّه الinput ودي بتدّي تجربة مستخدم أحسن داخل الموقع بتاعي. طب دلوقتي باعمل حاجة زي كده إزاي؟ إن أنا بادّي ID للinput وبادّي for للlabel والاتنين بيكونوا من نفس بعض اللي هو نفس اسم الID اللي أنا بادّيه ماشي. نيجي بعد كده لحاجة تاني ألا وهي الplace holder تمام. إيه هي الplace holder؟ placeholder عبارة عن نص كده بنكتبه جوّه الinput بيوضّح المستخدم المفروض يكتب إيه في الخانة ديّة أو في الinput دوّة، زي الlabel بس بيكون شكل يعني مختلف يعني، بمعنى أنا هنا كتبت label يوصف إن أنا هنا مثلًا عايز أكتب username أو على سبيل المثال أنا مش عاجبني الشكل كده، فأنا عايز أعمل حاجة اسمها placeholder ديّة هو عبارة عن برضه attribute والattribute عرفنا شكله إن هو اسم الattribute equal double quotation جوّه الplaceholder أنا هاكتب وصف الحاجة اللي هو المفروض يكتبها الuser فهو هنا لو خدتوا بالكم هو هنا دي مش value دي مش قيمة مكتوبة جوّه، يعني أنا أول ما هاكتب هالاقي الحاجة دي اتشالت، هو هنا يعتبر دي حاجة زي الشبح تمام، الكلمة بتوصف الحاجة اللي المفروض الuser يكتبها هنا، فأنا هنا أول ما شُفت المستطيل دوّة أو الinput دوّة عرفت اللي أنا هنا محتاج أكتب username بتاعي، أول ما هابدأ أكتب الusername هالاقي الحاجة دي اتشالت، هي مش value لإن مش قيمة زي ما كده زي ما هنا كاتب مثلًا الكلمة ديّة وأروح أمسحها لأ، هي يا دوبك حاجة توضيحية شبه هي يعتبر مش مكتوبة فعليًا، هي يعتبر في background تمام، هي بس بتوصف لك الحاجة، أول ما أنت بتكتب خلاص هو أنت كده فهمت إن أنت محتاج تكتب username وكتبت الusername بتاعك، فهو كده أدّى غرضه إن هو وضّح لك الحاجة، فبعد كده بيشيلها. بعد كده نيجي كمان حاجة جديدة ألا وهي الvalue. طب إيه هي فايدة الvalue؟ الvalue برضه هي عبارة عن attribute تمام، لو إحنا مثلًا عملنا كده value. طب إيه هي فايدة الvalue؟ الvalue دي القيمة الافتراضية اللي المفروض تظهر جوّه الinput قبل ما المستخدم يكتب حاجة، بمعنى أنا دلوقتي محتاج في موقع مثلًا تجاري عملت مثلًا باشتري مثلًا تيشيرت والتيشيرت ده خلاص معروف إن هو كان ب220 فأنا لمّا هادوس مثلًا أو شراء يعني بالتيشيرت دوّة هيوديني على مثلًا الليستة اللي فيها الsheet بتاعي أو الreceipt بتاعي، فأنا مثلًا عايز الinput يظهر فيه input كده يظهر فيه مثلًا 220 سعر التيشيرت، على سبيل المثال هنا هاكتب shirt price فأنا هنا على سبيل المثال سعر التيشيرت مثلًا 220 فأنا كده أنا مش شاري التيشيرت ب220 بس في الreceipt أنا المفروض في اللي جاية لي هي مش أنا اللي هاكتب 220 هو المفروض الموقع بياخد سعر التيشيرت ويروح حاجزه في الinput دوّة يكون الvalue محطوطة جواه، الvalue هي القيمة المفروض بتكون هنا، يعني أنا دلوقتي باكتب value باكتب قيمة تمام، بس أنا مش عايز أكتبها بإيدي لأ خلاص أنا دلوقتي الvalue عايزها تكون 220 فأنا دلوقتي لو خدت بالي هي الvalue بقت 220 تلقائيًا مش أنا اللي هنا رُحت كتبت بإيدي 220 لأ، حتى أنا لو عملت refresh هالاقي الvalue موجودة ب220 لكن أنا لو هنا لو عملت refresh هالاقي المفروض القيمة اتشالت، هو بس هنا نكتب price عشان إيه برضه يكون المثال أوضح.
بس فهنا لو أنا كتبت مثلًا 100 فهو المفروض هيروح هنا ضايف القيمة 100. طب حاجة زي كده بنستخدمها إزاي؟ مش هنستخدمها حاليًا، هنستخدمها لمّا نيجي على مشاريع تقيلة قدّام. آآ محتاجين مثلًا زي المثال اللي لسه قايله من شوية، السعر مثلًا خلاص أنا عارف إن كواحد عايز يشتري تيشيرت، أنا عرفت خلاص سعر التيشيرت 200، فأنا مش شاري على أساس إن هو 200. ففي الreceipt المفروض ال200 ديّة تكون معمولة في الvalue دي القيمة أنا هاخدها هنا هاكتبها. هل هاكتبها ب200 بإيدي؟ لأ، هو في حاجات بتكون بقى بالback end إن أنا خلاص أنا باعت للback إن سعر التيشيرت 200، فهو أنا باخد الresponse بتاعي، الresponse ده اللي هو الحاجات اللي أنا باستقبلها تمام، من الback والrequest الحاجات اللي بابعتها. فأنا الresponse المفروض هيرجع لي من الback هي البيانات الخاصة بالتيشيرت، فأنا من البيانات الخاصة اللي راجعة من الback ديّة أنا معايا السعر بتاع التيشيرت، فهنا هاعمل الحاجة اللي أنا هاستخدمها الvariable اللي أنا متخزن فيه هاكتبه هنا. هو كل شوية هو مش ثابت 200 لأ، هو على حسب التيشيرت بقى والvalue بتاعته هالاقي إن الreceipt بيحط القيمة بتاعته أو السعر بتاعه. الكلام ده قدّام، الكلام ده advanced مش هندرسه دلوقتي، بس إحنا بنعرف إيه فايدة الvalue وإيه فايدتها فيما بعد، ولمّا نيجي فيما بعد بنشرحها تاني بتعمُّق وبندّيها بمثال أحسن. بس يعتبر أظن كده شرحنا كل حاجة تمام، يعتبر خاصة بالform وهي الinputs وهي الlabels وإيه هي الattributes اللي إحنا بنستخدمها. تمام، إحنا أدي الattribute 2، 3، 4 وهنا مثلًا أدي 5 يبقى دي كده 5 attribute مهمين، واحد للlabel والباقي كله للinputs. تمام، الinputs أنا هنا مش بادّي له قيمة جواها لإن هي open tag عبارة عن إن هي باكتب بس attributes اللي أنا باوصف بيها بقى الحاجة اللي هي الlabel أو الplaceholder على حسب أنت بقى محتاج تعمل الاتنين، محتاج تعمل حاجة واحدة، محتاج تعمل placeholder بس، حسب أنت التصميم اللي في دماغك أو بعد ما أنت عملت الvision بتاعك مثلًا أمثلة عايز تعمل زيّها كده، فأنت في الآخر بتستقر على الشكل اللي أنت محتاجه، بتستخدم بقى الكود اللي أنت عايزه. طيب ماشي، استخدم بس آخر حتّة اللي وهي الinput اللي إحنا خدناه اللي هو input نفُك بقى الcomment معلّق. تمام، نروح فاتحين ماشي، كده إحنا عايزين نعمل submit. تمام، يعني عايزين نبعت بقى البيانات ديّة بنستخدم إيه، بنستخدم قُلنا الinput اللي هو من الtype submit. طَب إيه فايدة دوّة؟ هو بنستخدمه عشان نبعت البيانات اللي المستخدم كتبها. يعني أنا مثلًا عندي 5 input فيها اسمي وفيها العنوان بتاعي وفيها تاريخ الميلاد وفيها مثلًا سِنّي وكل البيانات دي محتاج في الآخر إيه، أعملها إيه، أبعتها. فأنا لمّا يكون في زرار، الزرار ده أدوس عليه يروح باعت لي البيانات دي كلّها للback end عشان يخزّنها. يعني إحنا مثلًا مثال بسيط الفيسبوك، فأنت الفيسبوك أول ما بتدخل تمام، كuser جديد خالص هو بيطلب منّك register اللي هي البيانات بتاعتك لإن أنت كمستخدم جديد بتسجل على الموقع بتاعهم. فبيطلب منّك اسمك، تاريخ ميلادك، عشان تاريخ ميلادك ده بيستخدمه فيما بعد اللي هو بييجي لك notification بتاريخ ميلادك كل ما ييجي يوم تاريخ ميلادك. بعد كده مثلًا بعض البيانات بتاعة تاني، فبنروح تعمل register بيها والبيانات دي بتتاخد تروح للback end ومن الback end بيحطها في الdatabase. تمام، بعد كده بنعمل إيه، نروح ناخد إحنا نعمل login. تمام، نعمل sign in إحنا كده عملنا register. تمام، نعمل login إزاي، إن إحنا خلاص بنروح نكتب الإيميل والpassword بتوعنا اللي إحنا كتبناهم في البيانات بتاعتنا إحنا كuser لسه داخل جديد. طب إحنا بنعمل إيه بقى، في المثال دوّة بنروح واخدين الإيميل اللي أنت كتبته، بنعمل مقارنة بيه بالإيميل اللي اتخزن في الdatabase لو هُم الاتنين زي بعض، فخلاص كده أول point اتعمل لها check والدنيا تمام بقيت سليم. نيجي للpassword ده أنت اللي كاتبه وأنت كنت في الregister واتسجل عندك الdata هو نفس اللي أنت لسه كاتبه في الlogin زي بعض، فكده الاتنين زي بعض، فكده أنت ليك الصلاحية إن أنت تدخل بالaccount بتاعك. لكن لو في هنا غلط أو هنا غلط هو ما بيدخّلكش على الصفحة بتاعتك أو الفيسبوك بتاعك. دي بس اللي هي المسار إزاي ماشي في الlogin والregister ماشية إزاي. بس ده حبيت أدّي المثال ده توضيحيًا عشان لو حد جه أو مش فاهم
إيه الدنيا ماشية إزاي، أنا حبيت أوضّحها له برضه. بعد كده نيجي لحاجة مهمة، طَب أنا دلوقتي الsummit ديّة أنا خلاص أنا عايز أبعت، طَب هو هيبعت على إيه؟ المفروض هنا في الform بس نمسح المسافات اللي ended ديّة، المفروض أنا هنا خلاص عندي أكتر من inputs تمام، وقُلت أول ما أدوس على الsubmit هيبعت، طَب هيبعت على إيه؟ المفروض في link بيتبعت عليه، طَب الlink ده أنا باكتبه فين؟ بيكون هنا في الform لإن قُلنا الform ديّة المسؤولة أو الcontainer اللي شايلة كل البيانات اللي جواها هنا، فأنا هنا في الform بيكون ليها attribute جنبيها اسمه action تمام، وهنا في بس مش عارف إيه اللي حاصل، تمام، ماشي هو دلوقتي بيكون في اللي هي الaction دوّة هو attribute الattribute دوّة هو كل وظيفته هو هاكتب فيه الرابط اللي هتتبعت عليه البيانات بقى كلّها اللي جوّه الفورمة ديّة، أو ممكن تتبعت بقى للسيرفر أو الAPI بقى، كلام المصطلحات ديّة هناخدها قدّام بتعمُّق، بس يعني دي فايدتها إن أنا باخد البيانات اللي جوّه اللي أنا مليتها دي بقى أو الuser ملاها، أول ما أدوس على الزرار اللي هو بتاع submit أو send أيًا يكن أنت هتسميه إيه، فأنا أول ما بادوس على دوّة بيروح إيه، واخد البيانات اللي جوّه مودّيها للlink اللي أنا هاكتبه هنا، تمام، هنا بيكون slash مثلًا الlink بتاعي أيًا يكن مش عارف إيه slash أيًا يكن بقى الاسم اللي هنا هيكون تمام، طب الطريقة بقى اللي هتتبعت بيها الlink في طريقتين تمام، الattribute إحنا مش هنتعمق فيهم دلوقتي، بس يعني بناخد خلفية عنهم، في طريقتين تمام، والطريقتين دُولة بيستخدموا جوّه attribute اسمها method طب هُم الطريقتين يا إما طريقة اسمها post يا إما طريقة اسمها get طب إيه هي الpost لو عايز تبعت بيانات خاصة تمام أو sensitivity يكون مثلًا الform بتاعتك فيها passwords مثلًا الclient أو الشخص اللي دخل الموقع بتاعك بيكتب password هنا password باستخدم الpost ليه؟ لأن أنا الpost مش بيظهر لي البيانات بتاعتي فوق في الlink أنا وبابعت لأ، هي بتكون شغالة بطريقة تاني مش هنتعمق فيها دلوقتي تمام؟ طب الget بقى لو عايز أبعت بيانات بقى تبان في الlink اللي فوق أو في الرابط اللي فوق دوّة زي مثلًا اسمي أو يعني حاجة كده مش أوي نهتم بيها، بقى أنا بابعتها بقى في الlink فوق، يعني لو خدتوا بالكم في مواقع أنتم مثلًا بتعملوا login بتلاقوا في الlink اللي فوق في آخر الlink بيكون اتضاف slash واسمك اللي أنت كتبته في الlogin لو ركزتوا فيها هتلاقوها يعني، بس فهو إحنا كده النهارده خلصنا كل الحاجات المتعلقة بالform والform دي حاجة أساسية في أي موقع إحنا بنعمله، إحنا بنعمل لأي موقع login وregister فالlogin والregister دول الطريقة اللي إحنا بنعملها بالform والinput والlabel والحاجات اللي إحنا خدناها النهارده كلّها. فإحنا مثلًا نعمل مثال، المثال ده بسيط، أنا مثلًا هنا عملت form والform مدّيها action وmethod مثلًا post الحاجة اللي إحنا مثلًا عايزين نعملها، إحنا هنعمل حاجة بسيطة بس، الحاجة البسيطة ديّة ده على سبيل المثال form فيها مثلًا الاسم بتاعي والإيميل وpassword مثلًا وأنا مثلًا ولد أو بنت تمام، فحاجة زي كده نعمل إزاي، أول حاجة أنا هاعمل الname بتاعي، طب أنا دلوقتي محتاج أعمل إيه، محتاج أعمل حاجة بتوصف الinput دوّة، إيه هو النوع الinput input إيميل input اسمي سوري عفوًا يعني، فأنا أول حاجة هاعمل الوصف أدي الlabel ده هاكتب هنا مثلًا full name هنسيب الfor دلوقتي عشان إحنا ما عملناش لسه الinput والID اللي جواه، كده عملنا الinput من النوع text ماشي، وهنعمل الname والID، الID مثلًا هاخلّيه هنا name أو هنا your name your name تمام، بس فأنا عملت الID اسمه your name هاخده هنا وأحطه في الfor
عشان يبقى ليهم علاقة ببعض، فأنا أقدر لمّا أدوس على كلمة full name يوديني إن أنا أقدر أكتب في الinput. طب أنا كده عملت الtype والname والID. طب أنا دلوقتي مش حابب أكتب placeholder، تمام، فإحنا هنروح بقى نازلين، بس هنا كشكل جمالي إحنا ممكن ماشي كده. أنا عملت أول حاجة، هناخد دي هي ونروح نكتبها هي تاني هنا. بس أنا بدل ما أنا عايز أعمل type text، أنا عايز أعمل إيميل. أنا دلوقتي عايز أكتب الإيميل، فبقى هنا هاكتب بقى إيميل، وهنا your email، وهنا هاخد نفس الID اللي هنا أحطه هنا، وبدل full name هاكتب إيميل. طب أنا دلوقتي خدنا في الفيديو فات إن إحنا نقدر دلوقتي من غير CSS، حاجة بدائية يعني لغاية ما ندخل في CSS، إن إحنا إزاي ننزل سطر. فأنا بعد الinput عايز أخلّي الإيميل تكون تحتيه، يعني هنا full name والinput بتاعه إيميل والinput بتاعه حاجة زي كده. فأنا بنعملها إزاي؟ بtag اسمها الBR break line. فدلوقتي قدرنا ناخد مسافة تحتيها، ممكن نعمل BR تاني. هو ده مش أحسن حاجة إن إحنا نعمل بيها المسافة أو إن إحنا ننزل سطر، هو الكلام ده بنستخدمه أحسن وبطريقة responsive أكتر في الCSS. بس إحنا دلوقتي عشان مش معانا CSS أو معلومات عن CSS شرحناها، فإحنا هنستخدم الBR. طب أنا دلوقتي عملت الشكل محتاج أعمل إيه تاني؟ محتاج مثلًا أعمل password، فأنا هاخد نفس الكلام هنا، وهاعمل 2 BR، وهاخد نفس دول كده، بس هنا بدل type email هاخد type password، وهنا الإيميل هاخليه هنا بس، وهنا your password. أنا هنا كده ناخد نفس الاسم في الID هو في الfor، وهنا نكتب password. فأنا هنا دلوقتي أنا أخدت الname والإيميل والpassword. محتاج مثلًا آخد اللي أنا دلوقتي your كمان، محتاج أشوف أنا دلوقتي ولد والّا بنت. فإحنا قُلنا الحاجة دي بنعملها يا إما بcheck box أو بنعملها ممكن بالradio، تمام. ودلوقتي نعمل مثلًا على سبيل المثال بالradio، فإحنا دلوقتي محتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نعمل الدايرة الأول، تمام، بعد كده جنبيها mail، مش كلمة mail الأول بعد كده الدايرة. طب أنا هنا كنت محتاج أعمل إيه؟ محتاج أكتب الوصف الأول بعد كده الinput، فكان طالع معايا إن الlabel الأول بعد كده الinput. لكن دلوقتي أنا محتاج أعمل اللي هي الدايرة بتاعة radio، تمام، وبعد كده الوصف. فإحنا الأول حاجة هنكتب الinput ساعتها هنا الأول، ويليها الlabel. فأنا الlabel بتاعي اسمه إيه؟ اسمه mail. طب ماشي، طب أنا الinput بتاعي عايزه من نوع إيه؟ من نوع radio، فأنا دلوقتي عملت radio من نوع mail. نفس الكلام هاخده كده وأعمل كده. فهنا عايزين ناخد الID اللي هنا نحطه هو هنا، بحيث لمّا نضغط على الmail ما يعملش كده، لأ، لمّا أضغط على كلمة mail يعمل لي select، يحدد لي. يعني أنا هنا لمّا بادوس على كلمة mail هو ما عمليش إيه الselect ديّة، لأ. هنا برضه بس نخلي دي email. هنعمل حاجة زي كده إزاي؟ قُلنا أنا هادّيه الID، هادّيه inbox ID، هادّيه مثلًا تمام، هاخد نفس الID هاحطه في الform. فأنا هنا لمّا هاجي أدوس على الmail هو اتعمل select إن هو اختار mail. نفس الكلام هاعمله هنا، هادّي input، أدّي له ID، وأدّي له female، والfemale هاخده أحطه هنا في الfor. فأنا لمّا هاضغط على الfemale دلوقتي هالاقيها إن هي اتحددت معايا، فدي بتكون قُلنا للuser أحسن يعني. طب أنا دلوقتي محتاج أوصف الحاجة ديّة، إحنا كنا واخدين قبل كده أكتر من حاجة. فأنا مثلًا هاعمل P، والB مثلًا هاكتب الgender، تمام. فهو هنا الgender بتاعي هو male أو female. ماشي، ممكن برضه نعمل بحاجة تاني، إن إحنا ممكن قُلنا إن الlabel برضه وصف، فإحنا ممكن نستخدم الlabels إن إحنا نكتب هنا
برضه. فالgender بتاعي male أو female، بس إحنا عشان الB هي عنصر block اللي هي الparagraph، فأنا لمّا كتبت الB خدت السطر الأفقي لوحده وبعد كده العنصرين اللي تحت نزلوا السطر الجديد، لكن الlabel أو الinput هي عنصر online فيقدر يشيله جنب بعض لو في مسافة. إحنا دلوقتي لمّا كتبنا الlabel الاتنين جنب بعض، لمّا كنا كاتبين الparagraph خدت ده في سطر وده في سطر عشان الparagraph هو عنصر block فما قدرش يقبل أي حد جنبه، فالmale والfemale نزلوا تحتيه. طبعًا دلوقتي الmale والfemale جنب بعض كده صح؟ طب أنا دلوقتي عايز يا إما أختار male أو أختار female، مش عايز أختار الاتنين أكيد يعني تمام. فأنا أعمل حاجة زي كده إزاي أقول له يختار حاجة واحدة بس، فهادّي له حاجة اسمها الname اللي إحنا خدناها دي تمام. الname هي فايدتها أولًا عشان في الback end هو بيستخدمها بينادي على الinput بالname تمام. هنعرف إزاي لمّا نعمل project front وback responsive قدّام وadvanced قدّام آآ ممكن أوضّحها لكم أكتر إن مثلًا الname ديّة مهمة لمّا البيانات بتتبعت للserver تمام. فهو بيستخدم الname ديّة كاسم المتغير اللي بيحمل القيمة عنده تمام. فهو بياخد اسم الname اللي هو معايا دوّة وبيستخدمه عنده بحيث يكون ليهم علاقة ببعض ويقدروا يبعتوا لبعض ويشوفوا بعض ماشي. وإيه فايدتها كمان إن أنا دلوقتي عايز أخلّي ده unique عن دوّة تمام. يعني ده مميز عن دوّة. فأنا دلوقتي أعمل حاجة زي كده إزاي، هادّي لده name وهادّي لده name. فأنا هنا الlabel أو الinput بتاعي تمام. هادّي له name مثلًا male ودوّة هادّي له name female. فأنا دلوقتي لمّا أروح أختار male مش هيخلّيني ماشي. هو هنا بس أنا هنا لو عملت male واخترت female هو إيه اللي حصل؟ هو هنا حصل إيه، أنا مثلًا في الmale وfemale ده اسم وده اسم صح؟ فهُم كده مش نفس الgroup مش مع بعض تمام. فهو يقدر هنا ده من group وده من group والاتنين عادي يتحددوا. لكن أنا في الname عايز أخلّي بقى يختار واحد من الاتنين، فلازم أحددهم الاتنين باسم group واحد تمام. يعني اسم name واحد عشان أقدر من الgroup ده أختار حاجة واحدة بس. فأنا لمّا أختار حاجة وبعد كده أروح أختار حاجة تاني فهو بيشيل من الاختيار الأولاني يحطه في التاني. بمعنى أنا مثلًا هاعمل إن الاتنين اسمهم gender تمام. sorry. الاتنين اسمهم gender فهُم الاتنين من نفس الgroup. فأنا هنا لمّا هاختار male تمام. فهو مش هيخلّيني الاتنين أقدر أختارهم. لأ هو أنا اخترت مثلًا female فهو خلاص شال اللي كانت على الmale وراح عملها على الfemale. أنا اخترت male شال على الfemale وحطها على الmale لإن هُم الاتنين متسمين بنفس الgroup. فالحاجات اللي من نفس الgroup ما ينفعش أختار غيرها منها حاجة واحدة بس. لكن لو سميت على سبيل المثال هنا gender وهنا gender، هنا gender 1 وهنا gender 2 فده group وده group. فهُم هنا الاتنين الجروب دوّة ينفع يختار at least يعني أو على الأقل لازم أختار واحد أو يعني at most تمام. اللي هو على الأقل لازم أختار واحد تمام بالكتير. وهنا على برضه لازم أختار واحد. فهنا واحد وهنا واحد فهو يقدر ياخد من الجروب ده واحد ويقدر ياخد من الجروب ده واحد. هو هنا عامل select من هنا وselect من هنا. لكن لو أنا من جروب واحد تمام لو هما الاتنين جروب واحد فأنا كده اديته صلاحية إن هو يختار حاجة واحدة بس. فبكده يختار يا إيميل يا يختار female. لكن لو في أكتر من جروب فده الجروب ليه صلاحية إنه يختار منه واحد والجروب التاني يختار منه واحد. فهو كده عندي جروبين فيقدر يعمل select للاتنين. لكن قُلنا لو هو من جروب واحد فيقدر يselect حاجة واحدة بس وزي ما إحنا كده عملنا. فأنت لمّا بتيجي تملى في الform وبيطلب منك يا ده يا دوّة فدي هي معمولة بالشكل دوّة إن الاتنين ليهم نفس الجروب ليهم نفس الname. وبكده إحنا هنكون عملنا simple form. أكيد يعني إحنا مش هنوصل من الشكل دوّة للشكل دوّة من غير CSS فإحنا لازم ناخد CSS. فإحنا لمّا هندرس شوية في الCSS كويسين في نُص الرحلة وفي نُص الplaylist بتاعة شرح الCSS هيكون في عندنا شرح أو شرح لproject يعني في النُص لform نقدر نعملها HTML and CSS عشان ما نزهقش في كل فيديو شرح، 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 شرح وما فيش بروجيكتات بنعملها. فإحنا في النُص أو يعني مش في النُص لمّا ناخد المحتوى في الCSS اللي يخلّينا
نتأهل ونقدر نعمل الحاجات المطلوب مننا في الform بشكل كويس، فإحنا أول ما ناخدها بالCSS هنروح فاصلين كده بproject خفيف، نعمل project للform HTML and CSS، وبكده يعني خلّصنا النهارده الform والمفروض لميناها كلّها، ولو حد عنده أي سؤال يقدر يكلمني. أنا سايب اللينكات بتاعة المنصات بتاعتي تحت في الdescription، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا subscribe عشان غيركم يقدروا يوصلوا للفيديو، وشكرًا ليكم، سلام.